تحديد المسافة والسرعة والقوة واختيار المهارة الأنسب وآلية التنفيذ هم دولة الأهداف اللي هنشتغل عليهم في قانون تنفيذ المهارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معنا اليوم موزة ويوسف. عمرك ما هتقدر تستغنى عن المهارة مهما بلغت من العمر. المهارة دورها كبير قوي لو اشتغلنا عليها صح. المهارة هتبني شخصيتك وهتديك ثقة، وكمان هتزيد في الاستمرارية في الملاعب. سؤالنا هنا، هي المهارة ليها عمر محدد تتاخد فيه؟ بالتأكيد نعم. أفضل مرحلة تتاخد فيها المهارة في البراعم، وتشتغل عليها في الناشئين، وتأكد عليها في الفريق الأول. سعرك هيزيد قوي لو اشتغلت عليها. سؤال وطرحته على نجم مصر والنادي الأهلي، أخويا ومعلمي الأسطورة الكابتن بدر رجب. اتكلمت معاه بالتحديد عن مشكلة كبيرة في تثبيت المهارة. دار بينا نقاش كبير، وبفضل الله وصلنا أنا وهو لتحديد أهداف تثبيت المهارة. طبعا موزة 2011 ويوسف 2009. ما عندناش أي مشكلة فيهم هما الاتنين وهم شغالين. العمر ما فيهوش أي مشكلة أثناء التعليم. العين بتشوف قبل القدم. أكيد في أخطاء وأنا بشتغل عليها. وضع القدم والجزء العلوي وأي حركة بتتم إحنا عنا عليها. علشان كده بقول لك في مشكلة في تثبيت المهارة. تخيل إن المهارة الواحدة ليها كذا طريقة أثناء التنفيذ، والرك هنا على المدافع والمساندة الدفاعية حول المدافع. تعليم المهارة صنعة مش علم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.